النهارده في المنتخب ومحمد صلاح يوم الخميس صباحا بعد الحقيقه الملحمه اللي عملها امبارح في ماتش ليفربول مع نيوكاسل. لسه ما دخلناش في المعمعة، انما السوشيال ميديا والجمهور مهتم جدا بصفقات الشتاء. الزمالك لغايه دلوقتي لسه ما فيش ملامح عن صفقاته الشتويه، لانه اساسا الناس منتظره فتح القيد زي ما احنا عارفين، وبعدين تبتدي اخبار صفقات الزمالك تنتشر حتى لو في اتفاقات مع الزمالك، شو يقول لك ناصر ماهر، شو يقول لك فلان علان، لكن في الاخر مهاجم في المغرب، مهاجم في الجزائري، مهاجم ما اعرفش ايه، لكن في الاخر لسه اساسا القيد في الزمالك ما اتفتحش. انما القيد في الاهلي مفتوح، والاهلي رغم استحواذه تقريبا على بطولات سنه 2023 الا انه باستمرار بيحاول يدعم صفوفه حتى لو مش بعدد كبير، مش ب 10 و8 و7 و6 لعيبه، لكن كل فتره انتقالات لازم على الاقل يكون عنده 2 3 4 تدعيم جديد للفريق. ويمكن ده سر من اسرار النجاح الاهلاوي في السنه ونص الاخير. وسام ابو علي اللعيب المهاجم الفلسطيني اللي هو من اصل فلسطيني، جنسيه دنماركيه، اللي بيلعب في السويد، سيريس السويدي، نادي سيريس السويدي. والكلام الجامد جدا اللي بدا ينتشر، وفجاه تتسرب فيديوهات يقول لك لوسام ابو علي وهو بيتصور جوه النادي الاهلي، لدرجه ان في ناس كتبت وطلعت وقالت ان وسام ابو علي في النادي الاهلي في مقر الجزيره النهارده. خلينا نشوف الفيديو بتاع تسريب جلسه تصوير وسام ابو علي السريه. احنا جايبينها على فكره من على التيك توك، كل الناس سربت على طول القصه دي. هو لابس التيشيرت الاحمر اهو، والموضوع ده انتشر زي النار في الهشيم. بص، مع ان الزي الاحتياطي بتاع الاهلي ما بقاش الازرق بتاعي، مش كده ولا لسه الازرق يا جماعه؟ ده بقى كده باخد لون كده، الوان تانية، واخد الجراي هو الازرق الاحتياطي في الاهلي دلوقتي برضه؟ انا مش فاكر. الاسود، هي دي اسود ولا ازرق؟ اسود. انا بقى عندي عشا ليلي يمكن. شايف ادي وسام من تصوير مهاجم الاهلي الجديد، والناس تخش وتزيط وتهيص، وعلى السوشيال شكله جامد، شكله لعيب، الله يا اهلي العب هات خد، هيلعب مكان مين؟ طب مودست يبقى جنبه، طب نغير طريقه اللعب، ممكن تبقى 4-4-2 بقى لما يبقى الوينجين بيرسي تاو والناحيه دي وحسين الشحات الناحيه دي، وفي القلب كهربا وسام ابو علي، او مودست مع وسام ابو علي، او وسام ابو علي مع او مودست وكهربا، ونلعب كلام اشتغل. واذ طبعا كده مستحيل يكون ده وسام ابو علي. طلع مين بقى ده؟ ده لعيب في الاهلي مواليد 2003، باك، هو سرد باك اعتقد، اسمه ابراهيم عبد الحكيم. كانوا بيعملوا اعلان رعايه، وريني يا ابني كده الصورتين بقى مع بعض. كانوا بيعملوا اعلان رعايه للفانيلا يعني، والاعلانات والرعايه والكلام ده اهو. اللي على الشمال ده ابراهيم عبد الحكيم، وعلى اليمين ده وسام بجد بقى. ده وسام اللي بجد شبه بعض والله، يعني برضه من اول وهله كده، يعني هو قص شعره شويه، نفس المناخير، تصدق نفس المناخير شويه ولا ايه؟ ادي وسام ابو علي وادي ابراهيم عبد الحكيم. هاتولي كده صوره ابراهيم لوحده. ده ابراهيم اهو. تعرفوا تجيبوا لي الصورتين جنب بعض، يعني ده جنب الصورتين اللي مع بعض، تخلوا لي كده مع بعض، وروني كده. طبعا شغف الجمهور بيستغلوا البعض، ده شغف جماهيري للصفقات الجديده، وان وسام ابو علي ده ممكن يبقى حاجه يعني مؤثره جدا في النادي الاهلي، خصوصا انه حتى بدات الوكالات بجديه اخر 24 ساعه تتكلم عن المفاوضات القويه للنادي الاهلي مع اللعيب، وفي انديه اوروبيه داخله في الصفقه، ويعني النادي السويدي قرر يبيع بس عايز ياخد اعلى رقم ممكن. اللعيب نفسه عايز يلعب في الاهلي زي ما عرفنا برضو، اللي احنا عارفينه ان امير توفيق مسافر، كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي مسافر الاسبوع ده، يمكن على اخر الاسبوع، يمكن اخر الاسبوع ده بكره ولا بعده يعني، مسافر علشان خاطر ينهي اجراءات ضم. امير توفيق خلال ساعات هيسافر عشان ينهي اجراءات ضمه.
صفقات الشتويه يعني مع الناس اهي الصوره اهي، ده وسام الحقيقي والاثنين دول ابراهيم. يمكن هنا ابراهيم لما حلق دقنه شويه في الصوره اللي على اليمين دي بان ان هو مش وسام، يعني هو هنا وشه مدور اكتر. يعني هنا اللي على اليمين ده اهو ده ابراهيم، واللي على الشمال ده ابراهيم عبد الحكيم، واللي في النص ده وسام ابو علي. وانت يا ابراهيم يعني ربما مصائب قوم عند قوم فوائده، اتشهرت باللعيب. طبعا بيقولوا لعيب كويس على فكره ابراهيم عبد الحكيم، بيقولوا عليه سردباك كويس قوي. انما شغف الناس خلى على التيك توك والسوشيال ميديا الناس تشتغل الجماهير، وجماهير بتخش تصدق، وناس بتنساق، وناس تخش تكتب، وناس انا شفت مواقع يعني مش كبيره بس ناس بتكتب، وصفحات بدات تنقل وصفحات تكتب وتقول هذا الكلام. لكن احنا عارفينه ان الصفقه فعلا بتقترب، وانه النادي الاهلي يمكن قريبا خلال ساعات الكابتن امير توفيق هيسافر يروح يشوف القصه دي هيخلصها ازاي. نفس الكلام بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، انتظم على فكره في معسكر المنتخب النهارده، ويمكن برضو خلال ساعات الموضوع يخلص. كان في مودرن فيوتشر عايز احمد عبد القادر اعاره، لكن النادي الاهلي رافض تماما ان احمد عبد القادر زي ما احنا عارفين ينتقل كاعاره لاي نادي محلي. الاهلي بيقول لك اعاره يبقى بره مصر، لكن جوه مصر مش هنحط احمد عبد القادر في نادي يكون بينافس النادي الاهلي مودرن فيوتشر او بيراميدز او اي نادي من الانديه المنافسه. والراجل شايف ان هو لعيب كويس كولر، لكن محتاج مش قرصه ودن، لكن محتاج يخرج بره 6 شهور عشان يرجع تاني. هو مغير تفكيره، مغير يعني وجهه نظره، ويرجع باحلام مختلفه وطموحات مختلفه، وربما يكمل وربنا يكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. متنسوناش بلايك واشتراك، بارك الله فيكم. طبعا أخبار مطمئنة إلى حد ما. لعيب محتاجينه، خاصة إنه مش هيسجل عندنا كأجنبي، هيسجل كمصري، لأنه من فلسطين الحبيبة والشقيقة. الميزة الكبيرة اللي هناخدها من الموضوع دوت إنه هيسجل كلاعب محلي، وسام أبو علي. وعمر كمال عبد الواحد هتبقى صفقة أهم منه، لأن عمر كمال عبد الواحد إحنا عارفينه وعاجنينه وخابزينه وعارفين إمكانياته كويس. وحبيبنا أحمد عبد القادر اللي مدوخنا ومزهقنا ومنكد علينا بسبب عدم التزامه مع كولر. يا حمادة، إيش حالك؟ شلونك؟ شخبارك؟ نتمنى منك إن شاء الله الفترة اللي جاية تعقل كده وتركز، وإذا طلعت إعارة ترجع لنا بالسلامة، مركز ومع الفريق، هتلاقي نفسك بإذن الله. أحمد عبد القادر أنا زعلان عليه جدا، إنه لعيب متميز جدا والنادي الأهلي محتاجه. النادي الأهلي محتاجه فعلا، لكن هو مش عارف هو عايز إيه. أحمد عبد القادر عايز إيه بالظبط؟ إحنا مش عارفين ومش فاهمين. ليه مش قادر يلتزم مع فريق بحجم النادي الأهلي اللي بيبروز أي نجم وبيكبر أي نجم وبيكبر أي مدرب وأي مدير فني؟ الأهلي بيصنع نجوم يا أحمد عبد القادر، بيصنع التاريخ يا أحمد عبد القادر. فعيب كده يا ابني، حرام عليك، قطعت بقلبنا. لعيب كويس جدا وكبير جدا، مهاراتك عالية جدا، مش هنلاقيها في لعيبة كتير. فخسارة قوي تطلع من النادي الأهلي وأنت في السن ده. العمر لسه قدامك يا ابني، انتظم وانتظر فرصتك مع النادي الأهلي، أحسن ليك ولينا. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. متنساش بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.